ممكن نقولوا رسميا ريال مدريد كيودع اللقب، بالأخص إلى البارسا لحقت غدا. وبالنسبة ما تسناو من مدريد هاد العام حتى شي حاجة، لا في الشامبيونز ليغ لا في البطولة لا في والو. ضد بايرن ميونخ الله يحفظ لما كانت شي نتيجة اللي خايبة، شي نتيجة كارثية باللعابة اللي عند ريال مدريد. أنا ريال مدريد فريق كيبان لك بدون روح، بدون حتى شي حاجة. اللعابة في مدريد بزاف العام الجاي ما خصهمش يبقاو، خصهم يمشي، لأنهم ماشي في المستوى ديال الريال. الريال العام الجاي خصها انتدابات كبيرة وخصها مدرب كبير، حيت هادشي ما موالفاش به مدريد صراحة. تخرج لك عامين متابعة بلا ما ديك تا لقب، شي حاجة اللي قليل فاش كتشوف ريال مدريد تديرها. نتمناو من العام الجاي يكونوا انتدابات مزيانين، لعابة في مراكز الخصاص ولعابة اللي عندهم تجربة في فراقيهم، لعابة كبار. فاش كنهضروا على لعابة كبار راك مشى من عندك مودريتش، مشى من عندك توني كروس، خاصك تجيب لعابة من القيمة ديالهم، ماشي غتجيب ليا جول يلا بادي كورة وغتدخلو ليا في ريال مدريد. راه قليل فين تستخلك هادي. ريال مدريد خصها تجيب لعاب كبير وواجد. فاش جا توني كروس راه كان لاعب دوز في بايرن ميونخ، مودريتش كان دوز توتنهام. ريال مدريد عنده مشكل كبير بالاخص في وسط الميدان، لان لعاب من قيمة كامافينغا راه ما يلعبش في ريال مدريد. لعاب هذاك ما خصوش يبقى معايا في العام الجاي. فالفيردي كيبان لك هو اللي تيتقاتل. بابي تيضيع علينا بزاف ديال الاهداف، كيضيع لنا بزاف ديال الفرص، ما تفهمش ليا. الثنائيه ديال بابي وفينيسيوس ما خصهاش تكون. كيبان لي انا واحد هو اللي خصو يولي يلعب. حنا شفنا فاش كان مبابي وماتش ريال مدريد كانت مزيان. بالنسبه تروا خص ريال مدريد خصو ظهير ايسر. هادشي هذا انا ماشي باختصاص هاد الامور التقنيه، ولكن راه مدريد خاصها انتدابات ومدرب كبير. هذا ما كان، وما تسناوش من ريال مدريد انها غدير شي حاجه ضد بايرن ميونخ الا لا كانت شي معجزه. وكنشوف حتى لا كانت شي معجزه بان ريال مدريد ما غاديش تمشي، ما غاديش دير لاكوب. هذا ما كان، ان هذا الاداء هذا اللي كنتفرجوا، هذا المستوى ديال الريال ما تيبشرش بالخير. وواخا مقلقين منا وكذا، ولكن ها لا مدريد.